أو ما من بوابات تريغوريا، لأنه كل عما نتكلف عن الملاعب ما يجب أن ترى فقط الملعب من الداخل، بل يجب أن ترى أيضا الطرق. يعني نشما هذا ما يوجد حول ملعب في المغرب. سوندس كيف خالوه جميلا. لكن عليك أن تشاء، لأنه من هنا يمكن فهم حركة المرور، مواقف السيارات. لما نتكلم اليوم عن الملاعب، مش الأمر أنك تعطى ملعبه، تعيد بناؤه، ترتبه، تغطيه وينتهي الأمر. عليك أن تنظر إلى كل التأثير العام. ها هو بالمناسبة الحافلة قادمة. هذه هي حافلة الفريق التي تصل الآن، لا أعرف إن كانت من مالي أو السنغال. وأندرياس كوديرا لدينا كالعادة على وسائل التواصل الاجتماعي، يلتقط الصور ويعرضها بعد 30 ثانية على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه هي الحافلة التي ترافق. لكن انظر أيضا إلى التنظيم. يعني نحن على سبيل المثال أنت تقول دوري أبطال أوروبا ليس كأس أفريقيا، يجب أن نقارنه بالأوروبي أو بكأس العالم. لكن هنا يذكرني كثيرا بما فعلناه بالفعل مع كوبا أمريكا، عندما ترافق الفرق بالطائرة بدون طيار.